وقفت على كثير من البيوت يعلقون في أعلى البنيان في أعلى البيت عجلة مطاطية دائرية كبيرة. لما سألتهم قلت: ما معنى هذا؟ قالوا أن تلك العجلة المطاطية إنما هي ترد علينا العين وتحمينا من شرور الحاسدين. فقلت: هل لهذا الشيء المطاطي الذي هو على شكل عجلة إرادة وقوة مع الله تعالى يتحكم في الكون ويرد العين؟ فسكت. ثم قلت: إذا اعترفت وأقررت أن هذا الشيء المطاطي له قدرة مع الله تبارك وتعالى فقد أشركت بالله تبارك وتعالى. فقال: أنا لا أعلم أن هذه المعاني تمس العقيدة. أيها الحبيب، هذا الشيء المطاط الذي تضعه على البيت وأعلى البيت وتدعي أنه يرد عليك العين هو شرك بالله رب العالمين. إذا عملت سلسلة في رقبتك على شكل 5 وقلت أنها ترد علي العين، فقد وضعت لهذا الشيء الذي هو حديد في رقبتك قوة وتحكما في هذا الكون، والله جل جلاله يأبى أن يكون معه شريك. فتعالى الله عز وجل عن الند والنظير والشبيه والشريك. ولهذا جدد إيمانك وجدد عقيدتك، واعلم أن الله تبارك وتعالى إليه وحده تصرف العبادة. النافع والضار هو الله، المحيي والمميت هو الله، الذي يشفي ويمرض هو الله، إليه تصرف كل العبادة جل وعلا. بارك الله فيكم. نسأل الله رب العرش العظيم أن يميتنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله.